اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. حلقتنا اليوم مقسومة جزئين، جزء راح نحكي فيه عن مباراة فالنسيا وبرشلونة، والجزء الثاني راح نحكي فيه عن لعيبة برشلونة والمدرب. ونبلش حلقتنا اليوم بمباراة فالنسيا وبرشلونة. يعني انا بصراحة اسمع، قرب فوكس علي بالله، قرب الكاميرا علي ليفا رسمي. يعني هذا الاشي انا نفسي يطلع مني، يعني لازم اسب، لازم اقلل قيمتك يا اخوان. انا كنت بقلب على تويتر، قرأت جملة عجبتني، فعلا برشلونة بلاعب رقم 9 مكرسح في الهجوم. فيش لاعب يعني كل ما توصل الطابة بضيعها، بيعمل اشي غلط، مستحيل يكون وجهه للجول، طول الوقت حاط ظهره للجول، ما بشوف وين اللعيبة الثانية، بخرب الهجمات، بقطع بخرب كل شيء، بقطع الكهرباء والضوء كل شيء عن برشلونة. وعندنا بالزمانات كنا نحكي عن افضل ظهير شمال شاب في العالم، واللي كنا بدنا نحكي عنه انه ياخذ جولدن بوي والى اخره، ودعمناه. الولد اجى ثنتين يمين، هو عشان شمالي اجى ثنتين يمين، بيعرفش لا يعمل عرضية، لا يباسي، لا يتحرك صح، ولا بيعرف يعمل اشي. نيجي للمنظومة الدفاعية لنادي برشلونة في المباراة هاي، عبارة عن شوارع. برشلونة اللي كان عنده صلابة دفاعية في الموسم الماضي هلا ولا شيء، ولا اشي فعليا، ولا اشي. يعني الدفاع صافن. في الجول الاول اليوم او جول التعادل لفالنسيا، الشباب اتعازموا، تفضل كوندي تفضل، لا والله انت يا كوندي لا ترفع، كنسله، انت بدك تجيب الطابة. كان في يعني النخوة عندهم، يعني انتوا عارفين قديش النخوة عند لعيبة برشلونة، هيك عندهم نخوة، لازم لا حضرتك انت بدك تجيب الطابة، لا والله ما بتعدى عليك. كانوا يتعازموا. وبالاخر رافينا اللي كان يدافع في المباراة، وهو اللي كان يحاول يطلع الجول التعادل اللي اجى ببرشلونة، وهذا مش واجباته. اوكي بده يساعد في الدفاع، بس لازم يكون المدافع او على الاقل ديونج او جاندوجان اللي يعوض اللي صار في الجول. اما لجول برشلونة اللي جابوا فيه الجول التقدم، ما الجملة يعني تعبوا برشلونة جابوا الجول وبعد ما ضيعوا، وهذا الاشي مش المفروض يصير. بالعكس برشلونة لازم يقدر يوصل الجول بطريقة اسهل من هيك كثير. يعني الله يسعد دينك يا ديونج، رجليك فعلا يلفوا بحرير. افضل لاعب في المباراة وافضل لاعب في برشلونة الموسم هذا، فيعني خسارة فيه احنا بالامانة. يروح على فريق كبير، يروح على ياخذوا بايرن، وهاتوا كيميتش، لانه كيميتش بده يخلص، ياخذوا بايرن لانه حيتعب ديونج كثير عنا. كيميتش سنتين زمانه بيخلص، ديونج لسه مشوار طويل، ما بده وقت. بس المباراة هاي كانت عبارة عن يعني مش عارف، لا توصف. يعني المباراة المفروض تكون سهلة بالنسبة لبرشلونة، يقدر يجيب الثلاث نقاط وهو مرتاح، لانه فالنسيا فريق واقع. يعني اوكي في مرحلة بناء شباب والى اخره، بس مركز 11. انت كبرشلونة المفروض هاي المباراة زي ما حكيت بفيديو نزلناه على الانستغرام، فوت على الانستغرام، فوت في موجود في الديسكربشن، لينك الانستغرام، بتفوتوا بتشوفوا. حكيت انه المفروض هاي المباراة سهلة لبرشلونة، يقدر يجيب الثلاث نقاط ومرتاح، يرجع سلسلة الانتصارات له، يرفع معنوياته. هيكم لاعيبة برشلونة دمر نفسيا. تشافي راح يقيلوا، ليفا تيس غبي، حمار، ايش كمان بقدر اوصفه، حمار وحش. كويس. انتم متخيلين منظومة دفاع برشلونة السنة الماضية مجموع الموسم كله في الدوري 20 جول، اما هلا في الموسم هذا احنا في الجولة 17 ماكلين 19 جول. يا سلام، مش مقصرين دفاعنا ما شاء الله عليه. فهذا الاشي، طب هل هذا خلل من المدرب؟ هل اللاعيبة مش عارفة تتمركز زي العالم والناس بعد ما تغيرت المنظومة على ما اجى كانسيلو؟ طب وهو الموسم الماضي كان في بالدي على الشمال، هلا في كانسيلو على اليمين، فهلا صار في عندك نقص دفاعي لما كان يلعب 3 قلوب دفاع. ففي اشياء تقدرش تستوعبها ليش، ايش المشكله بالضبط كانت في الدفاع. اما هلا نيجي نحكي عن برشلونه بشكل عام والاوضاع اللي هو فيها، وتشافي هل يستحق الاقاله او لازم يظل. نبلش معنا في موضوع اللعيبه، خلي موضوع تشافي لاخر شيء. موضوع اللعيبه هابط مستواها ككل بدون استثناء، من تير شتيجن لعند ليفا. وحيد اللي عم بعطيك مباراه كويسه هو ديونج، اما الباقي مستواها في النازل. الحمد لله اول مره يعني بشوف انا لعيبه انه بنزل مستواها لاعب اثنين بتلاقي لهم بديل بينزل محلك في يعني بالدكه بتعوضه، ممكن تسلك حالك. اما ال 11 لاعب ينزل مستواهم هاي مصيبه. شتيجن طعمانا مباريات كثير قوال ملهاش اي داعي. كوندي ولا كانه بيعرف يدافع. كوندي السنه هاي ختم علم اللامبالاه في الدفاع. اراخو عليه اغلاط للاسف، هذا اللاعب انا كثير بحبه بس اغلاطه صارت كثيره. والجول الاول اليوم او جول التعادل بمباراه فالنسيا احد اسبابها هو اراخو، وكثير مباريات اراخو كان السبب في الجوال. اوكي بطلع وبساعد في الدفاع، بس كثير بتسبب باهداف.
نقدرش نحكي عن اللعيبه الجديد الكانسيلو جاندوجان وفيليكس لانه لسه اول موسم لهم، فبنقدرش نحكم عليهم. بس عندك كمان شكوكو عبد الشكور، اول مباراتين اللي هو روميو، اول مباراتين لعب مباراتين مناح جيدات، قلنا والله بسلك قطعه، بعدها عينك ما تشوف الا الكنادر، ما شفنا منه ولا باص ولا قطع كره ولا شيء، ولا مش هون فاصل شحن. بيدري رجع من الاصابه وبرضه مش بيدري اللي بنعرفه، وهي جافي اكل اصابه صليبي من هون للسنه الجاي. وعندك فران توريس بدايه الموسم وانا شارك وانا سمكه وانا بلبط في البحر وانا زلمه، لعب مباراتين زي العالمون بعدين كوع يعني. وبيجي بعدين عندك رافينيا من النوع من اللعيبه اللي بعطيك مباراه وتسعى ما بقدر يعطيك يعني مستوى مباريات ورا بعض. والله نحكي والله الشهر هاد رافينيا لاعب الشهر في برشلونه لانه قدم 4-5 مباريات منها، مستحيل يعني. اليوم مباراه فالنسيا رافينيا كان جيد، مش عاطل نوعا ما، مش عاطل. اما يعطيك هيك طول الموسم يضل عنده ثبات مستحيل، لازم يكون سيء في مباريات كثير. وكمان ننساش انيجو مارتينيز اجا وقام بقدم مستويات جيده في الدفاع وما بنقدرش كمان نحكم عنه. وكريستنسن برضه موجود بس ما عم بلعب. اما نيجي هلا موضوع تشافي، هو الموضوع هلا اللي ماكل اجواء صحافه كتالونيا من فتره عم بتطلع اخبار زي يعني هي مش صحيحه. ايش مره بقول لك تشافي دق في ديكو، ديكو دق في ديونج، بيطلع بالاخر وكيل اعمال ديونج بقول لك لا فيش منه هالحكي، هذا الحكي كله غلط، والله علاقتنا مع ديكو جيده. فيعني تعرفش وين الصافي. بحسسوك صحافه كتالونيا انه هم عباره عن نسوان قاعدين في حاره وبيطلعوا اشاعات وبيطلعوا سوالف طشي ما لهاش دخل في الدنيا، بس بدهم يطلعوا يسولفوا والله فلاني حكت عن هاي فلاني حكت عن هاي، بس هيك صحافه نادي كتالونيا بالضبط، او هم صحافه برشلونه بالذات. اما بخصوص زي ما قلت لكم تشافي انه بدنا يطلع من النادي هلا لا، نهايه الموسم بتقيم ايش عمل في كل الموسم، جاب بطوله ما جاب بطوله، مركز ثاني ثالث تاسع، كيف طلع من دوري الابطال، كاس سوبر اسباني، على اساسها بتقيم طلعته. بس انا بالنسبه لي لا، تشافي ضل حتى كمان السنه الجاي يعطي استقرار في النادي مثلا. يعني مش منطق انه نادي زي برشلونه كل 3 دقائق يغير مدرب، مش بطاقه شحن هي، فانت مش كل شوي بدك تغير مدرب، هذا بياثر على النادي وعلى اللعيب، لانه لما يجيك مدرب جديد بيجيك بفكر جديد، بيجيك بلعيبه جديد او بيجيك بلعيبه جداد بده يستخدمهم بمنظومته بده يعملها. اما كمان بخصوص المدربين المتاحين حاليا لخلافه تشافي، عندك كونتي، لامبارد، سولشاير مثلا، وعندك فليك، اولوف. طبعا الاربعه انا ما بفضل ولا واحد فيهم يدرب برشلونه. اوكي فليك عنده خبره مع بايرن، جاب معهم ابطال، بس هاي سنه ومرقت، وهلا لما تروح تشوفه في الدوري او مع المنتخب قدم مستويات زي الزفت، فبتقدرش كمان تحكم تقول له والله تعال يلا تعال درب برشلونه، صعب. فلا تظلك على تشافي احسن لك. انا صراحه اذا بدي حدا غير تشافي يرجع انريكا وجوارديولا، غير هيك ما حدش يحكي، او نخترع مدرب ذكي وعبقري وكذا عشان محل جوارديولا او محل تشافي، غير هيك لا. انا فيش راح يجيك زي ما قلت لكم مدرب ثاني ويعيد النادي من اول وجديد، هذا الحكي مش حيزبط. النادي مش ناقصه ماديا اصلا كمان. او ممكن نص الموسم مدرب ينكحش من نادي، مدرب كويس ينكحش من نادي ويضطر برشلونه خلص يقول لك تشافي يلا روح تعال. على سبيل المثال ديزيربي، اقول لكم مثلا ديزيربي انا لا بفضلش عشان خايف نعيد تجربه بوتر مع تشيلسي، لانه بوتر بدع مع برايتون راح على تشيلسي كعك. انا نفس الشيء هاي التجربه خايف تصير مع ديزيربي مع برشلونه، يمسك نادي كبير برضه يكعك. او توخل بايرن مثلا، والله بايرن يزت توخل ويجيبوا برشلونه. يعني هذول الاشياء امور صعبه، بس انا مع استمرار تشافي في تدريب برشلونه حاليا الموسم هذا واللي بعد. وفي قبل ما نختم حلقتنا لليوم شغلتين، رافينيا كليفا، فلا تنسوا تعملوا لنا لايك شير وسبسكرايب، تابعونا على السوشيال ميديا تحت وشيروا الحلقة. سلام.